النادي انا مش عايز اسمع بس. تمام اتفضل. ده صحفيين عشان يفوت النادي حضرتك. هو شكلك جاي انا بسالك سؤال. بسالك سؤال جاوب. انا جاي مدير فني اعلى مستوى. ثانيه واحده. لا ثانيه واحده. انت لا ثانيه واحده. تمام. اقول لك عملتوا ايه؟ انت جمهور حقيقي ولا تعالى هنا قدام، تعالى هنا جنب. تعالى هنا جنب معانا. تعالى هنا عشان يبقى قدام الكاميرات. انا محامي برضه يعني. خليك جنبه بقى علشان الكاميرات تجيب. لف 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 الناحيه الثانيه. هات وشك كده. مين يا باشا؟ بريرا. احنا اللي قلنا بريرا. انت بتزق ليه طيب؟ بتزق ليه؟ تمام يا فندم. مين اللي قال ان الراجل ده خرف يمشي؟ انت. مين اللي لما جه اسامه نبيه والراجل قاعد خلاص اول ما اسامه نبيه نزل الماتش وانتوا رجعوا لنا بريرا ولا انتوا ناسيين؟ ثانيه واحده. مين اللي اسمع، مين اللي مشى محمود علاء وقعد يهتف ضده ويشتمه؟ انتوا. ماشي. مين اللي مشى اوباما؟ انتوا. خلاص ما اعرفش كجمهور. يا ريس احنا بنخاف على الزمالك يا ريس. يا ريس احنا بنخاف على الزمالك، احنا اهلاويه بنخاف على الزمالك برضه. ثانيه واحده ليه؟ ثانيه واحده. انتوا اللي بتعملوا كل ده. لكن الجمهور الحقيقي لا عارف ايه اللي بيحصل. في فئه معينه انا بقول لك عايزين فريرا جبنا لا ده خرف والله تمام. اتشتم الراجل. وبعدين عملنا صور باعلام ليه. خلاص اول ماتشين اتغلب فيهم مشي فريرا، يقول فريرا ده راجل مجنون، مشينا فريرا، جبنا اسامه نبيه اول ماتش اللي هو كسبه فيوتشر. عملتوا ايه؟ عايزين فريرا وانتوا ورجعوا لنا فريرا. لا حرام. انا بقالي سنه. انت مش فاهم حاجه. طب انا بقى ماشي. انا بقالي دلوقتي سنه خدت دوري الكاس بس كلام عنه. صح خالص ما تسمعكش. انت اسمع بس. انت عايز تتكلم معايا ليه؟ انا بسالك سؤال. ممنوع بس لان النتيجه بتاعك. لا يا مصطفى. لا لما اعرف انك انت جمهور حقيقي. لا انا جمهور حقيقي. انا هجيب لحضرتك صور. عايز تعمل الترند دي يعني عايز بص يا ابني. انت لما تكون عندك كام سنه؟ انا بقالي 29 سنه. تمام. ممنوع بس لما لا مؤاخذه 10 سنين عملت ايه؟ ولا نطقت. يلا كلام عليك. برضه جاي اللي واخد 14 اسمع بقى. اللي واخد 14 بطوله 4 سنين بتتكلم معاك. كلنا ندانا اسمك يا معلم. مش عايز تقول اسمك يا ده. انا اسمك. هجومتنا ضد الجول عشان خاطر يا ابني انا مش مدير فني للكوره افهم بقى. انت شايف الكلام اللي حضرتك بيقوله ده كلام مش جمهور. بص يا ده عيل مسؤول. شكرا يلا. برضه انت مش جمهور طبعا. انا مش جمهور. لا مش جمهور والله. يا معلم انت مش جمهور. انت لو جمهور محترم تمام. لما واحد قال له سنه يجيب دوري وكاس وندانا باسمك يا معلم. يا عم مش عايز كلام ليه؟ وكنا ندعي وسيب لي معاليك. يا عم مش عايز العب سيف. يا عم اقول لك حاجه. انت جاي النهارده المحكمه ليه؟ عشان عندي بحث. يعني مش جاي عشان قضيه النادي. مع السلامه. لما الحجز اتعمل على النادي ما جيتش ليه؟ عشان انت مالكش علاقه بالزمالك. يلا بينا يا جماعه. اتفضل بس جعجعه. كمل يا معلم. لسه مكملين. سيبه بس سيبه بالراحه. مش محتاج. احنا مش بنتخانق يا كابتن. الكاميرات كلها بتصور. خلاص اتفضل يا معلم الشرطه. انا بسالك سؤال. انت جاي المحكمه ليه؟ عشان شغل. يبقى مش عشان النادي. لا ما انا لا اله الا الله. انا بسافر. انا سافرت ورا النادي للجونه. يا باشا انا مالي الجون. هو طب احنا بنساهم مع عليك. مو تعمل ترند. فين الترند؟ انا بتكلم عليك. انا مش واخد الفرصه اتكلم. سيبه يتكلم. طيب سيبه يتكلم. انا عايز اسالك سؤال ومش عارف اساله. حضرتك من اهو. انا يا ابني انا مش مدير فني. بعيدا عن الاداره الفنيه من اختصاص معاليك. من 3 سنوات حضرتك قلت ان معاليك زرعت وغيرك حصل. النهارده لا في زرعه ولا في حصاد. يا ابني بطوله الدوري والكاس اللي خدناها مين اللي خدها؟ السنه اللي فاتت. يا ابني السنه احنا بنتكلم في افريقيا اللي غايبه عنها بنتذل من الاهلاويه. بقالك كام سنه؟ 20 سنه. انا لسه يا ابني ما هو انا 2005 اتحليت 2020 اتحليت. مش جاي كنت كل يا ابني بقعد سنتين ثلاثه اتحل وبنقف في ظهري معاليك لما يا عم مش عايز يا عم ضد النادي. يا عم انت نفسك تبقى ترند. انا عمري ما عايز اكون ترند على حساب النادي. اولى انا واولى اي حد من الناس. انت سؤال ثاني قدام الناس. انت جاي المحكمه ليه؟ شغلك جاي شغل. حضرتك معانا القضيه بس ما عادش خلاص يلا. هو نفسه هيموت جعجعه. عيل مسؤول. انت عيل مسؤول خلاص. لا مش خلاص. لا ما تيجي ناحيتي. بقول لك ايه هو عايز كده. انا الجمهور اللي بيتحرك دوت. انا الجمهور اللي بيتحرك دوت. انت تشيلك. انا محامي قبل ما اكون جمهور. انا محامي. انت مالك صورك انت ايه اصلا. يلا انا عمري ما كنت راجع على حساب النادي مع بقول لك ايه طيب خلاص كده يا كمان. طيب خلينا النادي بيكمل معايا. النادي فرقتنا بتحتضن. فين الصفقات يا معلم؟ فين الصفقات؟ فين الصفقات؟ اللعيبه كلها ضرب. اللعيبه كلها ضرب. لا اللعيبه كلها ضرب. لا اللعيبه كلها ضرب. خلاص يا استاذ والله انت عمرك ما كنت جمهور. عليك حضرتك على كلامه. جاي يعمل ترند. انت يا ابني محمود الواد ما خدش الجلسه اصلا. هو اصلا محامي يا جماعه. خلاص يا معلم الشهر. تعليق حضرتك على كلامه. طبعا ده جزء من المناقشة. يعني ده بيمثل بقى جمهور الزمالك على حسب ما هو بيدعي، ومش عاجبه طبعا الصفقات ومش عاجبه الحال بتاع النادي، ويعني شايف ان الزمالك في مستواه حاليا
يعني طبعا هما كانوا بيحلموا طبعا ان الموسم بتاع السنه اللي فاتت يتكرر، ونتمنى ان شاء الله ان هو ما يتكررش، لكن هو شايف ان في حبه يعني حاجات مش صح في الفريق. هو انا اللي عملت حاجه على النادي؟ لا بس ما تروح له. هو انا اللي وقفت الكد رغم ما تروح له. رجعت جديد عليه يا ريس، خلينا عنده 15 سنه برغم انت خد بالك، وفي نفس الوقت هو جاي مسؤول عشان يعمل فين؟ يقول بقى ادي الجمهور ترد على الناس اللي زيه يعني، مش هتقول لهم برضه هو جمهور، هو من يعني رد هو ولا محل يا جماعه ماشي. هو رد عليه حق الرد. كنت جايب شروب ومغطي ده جايب قميص وبنطلون، كان عنده ما عندوش حاجه، مفيش ولا صدق جلسات خلصت، ده عيل مسؤول عشان يعمل فيلم، واخد بالك؟ يقول لك فين الصفقات؟ طب انا النهارده موجود ليه؟ ده حقيقي. انا مش فاهم يعني. انا جاي النهارده كل بقى ان فليرو ما بيلعبش الصفقات، روح له هو، ما تجيليش انا، روح له قول له ما بتلعبهمش ليه؟ هو ده انا كنت عشان انا مش عارف اصور بالظبط. طب انا والله ما عارف اصور، بصور بموبايلين انا مش عارف اصور. حضرتك كنت شفتهم ازاي جنبك؟ لا ممكن احنا بقالنا 100 سنه عايزين نجيبه المنتخب. لا عمر جابر اللي في المنتخب بقاله 10 سنين بالظبط. في صفقات ثانيه واحده ليه؟ مكون سيناري اللي هو وعمرو السيسي الاثنين خالوا صبايا جيش رابع الصفقات دي انت بتتكلم في ايه؟ ده موبايل ده ولا ايه؟ موبايل ده 15 جول في سويسرا كل هو ما بيلعبهمش، روح له اساله بقى، اساله. وده تاني فريرا عايز ايه؟ جبناه فريرا سجل مشيناه خلاص، جبنا اسامه محترم هو بيكسب الماتش اتشتم. مش ده برضه مصطفى شلبي اللي هو بينزل بيسخن هو عمر جابر بيشتمه؟ مش ده محمود علاء اقوى خط دفاع عنده جمهور هناك ما طفش؟ مش ده اوباما الكفه اللي هي في السعوديه عنده جمهور هناك ما طفش؟ ده جمهور حقيقي فاهم. انت هموش كده انت عايز وتلاقي حضرتك تعليقات برضه من جمهور الزمالك الحقيقي تمام. طبعا بعد كده يتكلم عن سامسون بقى، وعن ان هو يعني جاي من الدوري بتاعه جايب جون، بيلعب فيه جاب 38 جول بتلعبه. تمام. انا بقى ما يعني انا بقول لكم انتوا، لكن انا ما بقولوش هو، بقول لكم انتوا عشان هو ما بيعرفش عربي. نعم حضرتك ما تتدخلش في اختيارات خالص يا بيه، بس انا متضايق طبعا. عاوز اقول والله ده ابراهيم ده كان بيلعب في كنا شفناه في وادي دجله وكان في سويسرا، صراحه هداف عالمي خلاص، ينفع يلعب في الدقيقه 88 في ماتش المريخ؟ وبعدين انا لو مدير فني قبل ما اشوف لعيبتي اشوف الفريق اللي انا هلاعبه امكانياته ايه؟ يعني لما يكون عندي مثلا نادي زي المريخ او الهلال اجسام خلاص، ما اجيبش شاب صغير يلعب الماتش دوت لعبت على المريخ لو كحل يوقعه. ست المستشار نادي الزمالك محتاج. انت مين؟ انا مصطفى عبد الرحيم، موقع تحيا مصر يا فندم. تحيا مصر اللي نازل كيس مش ماشي، ما نقدرش يا فندم، احنا بنقولش اخبار حاجات كتير خالص. لا في طيب سؤال يا فندم سيادتك. هو صاحب الموقع عمرو الاستاذ عمرو الديب. طب محتاجين نادي الزمالك محتاج ايه علشان خاطر يرجع لبطولات افريقيا تاني؟ لان نادي الزمالك محتاج ربنا يهدي فريرة. ربنا يهدي ان شاء الله. هو مدرب عالمي على فكره خلاص، بس هو عنده سنه عند بس. لا عند هو بقول لك اهو، يعني عايز اقول لك سامسون طلعنا الماتش اللي فات محترمين طبعا، راجل محترم اللي هو فريرة. طبعا الزملكاويه قبل الاهلاويه بيقولوا ان فيريرا قاعد عشان الشرط الجزائي، مش عشان خاطر يعني فنياته ولا عشان خاطر هو احسن مدرب ولا حاجه، لكن الزمالك مش قادر يوفر له الشرط الجزائي. مش عارفين ايه الحقيقه الصراحه، لكن مروح ومجيه وحاجه غريبه. في الخلاف اللي كان خالد الغندور، القصه بتاعت خالد حضرتك قلت ان هو هيرجع تاني قناه الزمالك؟ شفنا الفيديو والحضرتك واقف بتتكلم. خالد الغندور من حقه يقول اي حاجه على فكره، عمري ما قلت لحد في القناه قول ايه ما قلتش. تمام. في حياتي خلاص، بيقول لك هزاز الراس، لا مش هزاز راس. انت دلوقتي بتعرض قضيه، دلوقتي انا هوقف في المحكمه بترافع قدام القاضي، القاضي بيسمعني بيعمل ايه؟ بيقول سامعني، ده اسمه هزاز راس. تمام. ده طبعا ده راجل قاضي جليل. يعني انت واحد بيتكلم قدام محكمه او انا بتكلم في التلفزيون ومجموعه من الصحفيين قاعدين بيسمعوني، قضيه ممدوح عباس وبتاعت فلوس قد كده، ايه اللي عندهم عشان يقطعوني فيه؟ ولا حاجه خالص كده، يعني معناها موافقين على اللي انا بقوله. قاضي انا تعبيرات وجه عادي يعني. نعم عادي. لا قله الادب شغاله هزاز، وبعدين كلهم ايه؟ ده اهرام واخبار ومصر اليوم واخبار كل يعني كل الدنيا، يعني الصحفيين كلهم محترمين. يعني انت لو طلعت قومي ليه؟ جمهور الزمالك وجمهور الاهلي والاسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري دي جماهير بالملايين، ما ينفعش تلعب معاها خلاص، وما ينفعش تاخد اجراء مش صح معاها خلاص. هو انا حتى سالت في المحكمه قالوا لي ايه السند اللي استندوا ليه؟ يعني في اللائحه او قانون سواء مصري او القانون اللي فيه ايه السند القانوني ان هو رفض القيد؟ انا عندي سند انه المفروض يتقيد. ايه السند؟ ان الشروط بتاع الانتقالات 31 يناير ده الشتاء قبل الساعه 12 اسجل. طب لو انت شايف ان انا غلط فتح لي السيستم ليه؟ ما هو اللي فتح لي السيستم، ما خلي بالك